بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يتساءل إخوان كثر عن توكل كرمان. توكل كرمان امرأة ظهرت وظهر صيتها من عام 2011 حال تلك المظاهرة، ورفعها الإخوان المسلمون الإصلاحيون، رفعوا شأن هذه المرأة حتى تجاوزت حدها وأصبحت تطعن في الدين، وأصبحت تطعن في القرآن، ولها كلمات قبيحة. وهذه المرأة تعتبر عار على اليمنيين، تعتبر عار كبير على اليمنيين. وأخبرنا أنها التقت بامرأة أسلمت في أمريكا أو في بعض الدول الأوروبية، فالتقت بها توكل كرمان وقالت لقد فرحت بإسلام هذه المرأة، ولكن اسمع ماذا ستعطيها توكل كرمان من النصائح. قالت لا، سأعطيك ثلاث فتاوى ونصيحة. من تلك الفتاوى الوخيمة قالت لها إياك أن تلبس الحجاب، ابقي على ما أنت عليه عارية هكذا، على لبس البلاد الذي أنت فيها، فإياك أن تلبس الحجاب. هذا واحد. ثانيا، لا تتركي زوجك، والله سبحانه وتعالى يقول لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. فحرام أن تبقى المسلمة مع اليهودي أو مع النصراني، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فقد أجمعت أمة محمد كافة، علماء الملة الإسلامية كافة، على أنه لا يجوز بقاء المسلمة مع الكافر، لا يجوز بقاء المسلم مع اليهودي والنصراني، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. وهذه المرة تقول لها ابقي مع زوجك، وتقول لها كذلك الفتوى الثالثة ابقي على ما أنت عليه من التمسك بأعراف بلادك، بالأعراف التي أنت عليها. أما النصيحة فقالت لها وأنصحك لا تأخذ الفتاوى من علماء العرب، لا تأخذ الفتاوى، لا تستفتي في دينك علماء العرب، لا تستفتي في دينك علماء العرب، مما يدل أن هذه المرأة أصبحت تبغض العرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتبغض المسلمين وتبغض دين الإسلام. ويوجد من هذه المرأة رائحة ماسونية، فكأنها ماسونية والله أعلم. على كل حال هذه المرأة فاسقة، توكل كرمان فاسقة، وينبغي للمسلمين أن لا يشجعوها، وأن لا يفعلوا لها لايكات على ما تنشره وعلى ما تبثه. فهذه المرأة خبيثة وقبيحة، ونكست رؤوس اليمن، أهل الشهامة، نكست رؤوس اليمنيين، أهل الشهامة والعفة والوفاء والكرم. هذه المرأة خبيثة وفاسقة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.